الذين يعانون من اضطرابات خطيرة في نظم القلب مثل الرجفان البطيني أو تسريع القلب البطيني. مزيل الرجفان. جهاز مزيل الرجفان القابل للارتداء هو جهاز مزيل رجفان خارجي محمول، ويمكن للمرضى المعرضين للخطر ارتداءه. فقط المرضى المعرضين للخطر. تراقب الوحدة المريضية على مدار 24 ساعة طبعا في اليوم، ويمكنها تقديم صدمة ثنائية الطور تلقائيا في حالة اكتشاف VF أو VT. ويشار إلى هذا الجهاز بشكل أساسي للمرضى الذين ليسوا مرشحين فوريين لأجهزة تنظيم ضربات القلب القابلة للزرع. عندنا أنواع أقطاب لهذه الأجهزة، منها أقطاب المجداف، تسمى أقطاب المجداف بارد إلكترود. هذه الأقطاب أكثر أنواع الأقطاب الكهربائية شيوعا. هي هذه الأقطاب هي تكون صلبة ومزودة بمقبض معزول كما هو موضح أمامكم. عادة ما يكون بلاستيكيا، ويجب تثبيت هذا النوع في مكانه على جلد المريض بقوة تبلغ حوالي 25 ردلا، أي يساوي 11.3 كيلوغرام، أثناء توجيه الصدمة أو سلسلة من الصدمات. الميزة الرئيسية لهذه الأذرع هي إمكانية استخدامها بسرعة، مما يجعلها مفيدة في حالات الطوارئ، حيث يكون الوقت جوهريا، يعني الوقت يكون عندنا مهم جدا. ويمكن إعادة استخدامها بعد التنظيف طبعا، أي متعددة الاستخدام. مما يلغي الحاجة طبعا لأنها عديدة الاستخدام، يلغي الحاجة إلى شراء أقطاب كهربائية جديدة بشكل منتظم للمراقبة، مثل تخصيص كهربائية القلب CGS. توفر هذه الأقطاب إمكانية للمراقبة من خلال الاتصال المباشر بالقلب، بذلك يسمح للأطباء بمراقبة حالة المريض بفعالية. بحالات أخرى قد تكون أسلاك المراقبة متصلة بالمريض بالفعل، مما يوفر مرونة في اختيار طريقة مناسبة للعلاج. النوع الثاني أقطاب مزيل رجفان ذاتية اللصق، موضحة أمامكم بالصورة. هذه الأقطاب صممت على شكل وسادة لاصقة، تحتوي أما على جلد صلب أو رطب. تنزع هذه الوسادات عن غلافها الخلفي وتلتصق على صدر المريض، طبعا تستخدم عند الضرورة فقط. ثم تلصق الأقطاب الكهربائية بجهاز مزيل الرجفان، يعني راح يكون عندنا جهازين، كما هو الحال في الحالة السابقة طبعا اللي هو المجاذيف. إذا كانت هناك حاجة لإزالة الرجفان يتم شحن الجهاز ويتم توصيل الصدمة دون الحاجة إلى وضع أي جلد إضافي. هذه الأقطاب اللاصقة صممت لاستخدامها ليس فقط لإزالة الرجفان، ولكن أيضا للتحفيز عبر الجلد، وتقوم وتقويم نظم القلب الكهربائي المتزامن. هذه الأقطاب لا تتطلب الوسادات أسلاكا إضافية للمراقبة، ولا تتطلب تطبيق أي قوة أثناء الصدمة، وبالتالي تقلل الأقطاب اللاصقة من خطر التلامس المشغل جسديا وبالتالي كهربائيا مع المريض أثناء توصيل الصدمة، من خلال السماح للمشغل بالابتعاد عدة أقدام عن المريض. هذه الأقطاب تستخدم مرة واحدة فقط عكس النوع الأول، ويمكن استخدامها لصدمات متعددة في دورة علاج واحدة، ولكن بعدها يتم استبدالها إذا يتعافى المريض ثم يصاب بسكتة قلبية مرة أخرى.
طبعا عندنا ملاحظة، تستخدم هذه الوسادات خاصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات أو الذين يقل وزنهم عن 55 رطلا، يعني 22 كيلوغرام. عندنا موقعين للأقطاب الكهربائية المستخدمة في إزالة في جهاز مزيل الرجفان. يعد الوضع الجانبي. أولا الوضع الجانبي الأمامي يوضح القطب الكهربائي الأول. القطب الكهربائي الأيمن، هذا القطب يوضع في منطقة الصدر العلوية اليمنى حوالي 2 إلى 3 سنتيمتر إلى اليمين، إلى يمين عظمة القص. ويوضع القطب الكهربائي الثاني، القطب الكهربائي الأيسر، إلى الجانب الأيسر من الصدر في المنطقة السفلية، أي تحت الثدي الأيسر بالقرب من عظمة القص عند مستوى الحافة السفلية للقفص الصدري. أما الطريقة الثانية، الموقع الثاني عفوا، يعد التصميم الأمامي الخلفي هو التصميم المفضل، وهذا الموقع الموقع هذا الموقع المفضل لوضع لوضع القطب الكهربائي على المدى الطويل. ويوضح قطب الكهربائي واحد فوق الجزء الأمامي الأيسر، أي الجزء السفلي من الصدر أمام القلب. ويوضع القطب الكهربائي الآخر على الظهر خلف القلب في المنطقة بين لوحي الكتف. ويفضل هذا الوضع لأنه الأفضل للتحفيز الغير الجراحي. الاستخدامات: ينطوي استخدام جهاز إزالة الرجفان على بعض المخاطر، بما في ذلك إصابة الأنسجة، يمكن أن تسبب الصدمة حروقا أو تلفا للأنسجة في منطقة الصدر المعرضة للصدمة. السكتة القلبية: في بعض الحالات يمكن أن يؤدي استخدام جهاز إزالة الرجفان بشكل غير صحيح أو في الوقت الخطأ إلى توقف القلب أو التسبب في اضطرابات إضافية في نظم القلب. إصابة المرضى الذين لديهم أجهزة طبية مزروعة: قد يكون الأشخاص الذين لديهم أجهزة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أكثر عرضة للخطر الصدمة. التأثير على ضغط الدم: طبعا يمكن أن تسبب الصدمة انخفاضا مفاجئ في ضغط الدم، أما قد يكون خطرا في مواقف معينة. هذا كان آخر السيمينار، هو أخذ الحذر عند استخدام هذه التقنية. طبعا الريفرنس، وشكرا لاستماعكم، واعتذر على الإطالة.